وقفنا في الحلقة السابقة عند راس بنز، وإن الله أنعم عليها بأنها موجودة داخل العمق في البحر الأحمر، وتستطيع استقبال أكبر عدد من البواخر العملاقة لترسي في هذه المياه. وأيضا في رأس الحكمة أنعم الله عليها أيضا، وهي في الغاطس موجودة داخل البحر المتوسط، وتستطيع أن تستقبل أكبر عدد من البواخر العملاقة والكثيرة. إذا أخذنا هذا الطريق البري الذي مرسوم على الخريطة سيربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، وبين الصحراء الغربية والصحراء الشرقية لمصر. سيكون من مميزاته أصلا أكبر توسع عمراني، وهناك عمل، يعني أنا أرى في فكر الرئيس السيسي أنه يريد توسعة لجميع المحافظات على مستوى جمهورية مصر. فهذا المشروع إذا حصلت التوسعة دون وجود مشروع كبير مثل هذا المشروع سيكون يعتبر عالة على المجتمع. أما هذا الطريق إذا بني سيكون به أو ستستغل مصر في بناء أكبر ترسانة نقل بري على مستوى العالم، سيوفر التجارة العالمية على مستوى العالم، سيوفر أكثر البواخر التي تحمل مواد خام، سيوفر أكبر كمية لبناء المصانع على مستوى مصر في جميع أنحاء مصر، حتى تصل من راس بنز إلى رأس الحكمة، ومن رأس الحكمة إلى رأس بنز. سنستطيع استغلال الصحراء بمنافع كثيرة تعود على الشعب المصري وأفراد المجتمع المصري. أيضا في هذا المكان في الصحراء الشرقية توجد كنوز كثيرة لمصر من فوسفات وحجر جير. وهنا في الصحراء الغربية توجد كنوز كثيرة أيضا من رمال تستطيع أن نستغلها في صناعة الزجاج وصناعة السيراميك وصناعة البورسلين ومصانع كثيرة عديدة. إلا أن هناك أسرار أخرى لا أستطيع أن أتكلم عنها الآن. وهناك مشروع آخر هو إنقاذ دول حوض البحر المتوسط وجعل مصر أكبر دولة عالمية لاستقبال السياحة العالمية العلاجية.